ميرفت بنت الوزير اللي كان مفيش زيها في مسلسل لن أعيش في جلباب أبي. البنت دي اختفت عن الساحة 6 سنين ورجعت فجأة، بس مش بالتمثيل. عبير عادل أو زي ما احنا عارفينها بميرفت رجعت بمفاجأة من العيار التقيل. بقت شايفة على السوشيال ميديا وكمان بتشتغل سواقة على تطبيق مشهور. ازاي ده حصل وازاي وصلت لكده؟ تعالوا نشوف الحكاية في الفيديو ده. اللي شاف مسلسل لن أعيش في جلباب أبي أكيد فاكر ميرفت بنت الوزير، واللي كانت اتجوزت عبد الوهاب ابن الحاج عبد الغفور البرعي. البنت اللي كانت عايشة في عز ودلال وبعدين دخلت عالم جديد مختلف تماما. الدور ده اللي لعبته الفنانة عبير عادل كان واحد من الأدوار اللي سابت بصمة في قلوب المصريين، لدرجة إن ناس كتير لحد دلوقتي لسه فاكراها بيه. ولكن بعد أكتر من 6 سنين بعيدة عن الأضواء والشاشات، عبير رجعت تاني تتصدر السوشيال ميديا، بس المرة دي بقصة مختلفة تماما. حكت في برنامج قعدة ستات حكاية بسيطة وصريحة، قصة ست قررت تعتمد على نفسها وتفتح أبواب رزق جديدة بعيدة عن التمثيل. بكل بساطة وصراحة عبير قالت إنها بتحب الطبخ، بس ما عندهاش الإمكانيات اللي تخليها تفتح مطعم كبير، فقررت تبدأ بحاجة بسيطة. نزلت جابت لحمة وعملت صفحة على الفيسبوك اسمها مطبخ بيرو، وصورت الأكل ونزلته، والفكرة عجبت الناس جدا وبدأوا يطلبوا منها أكل. وعبير كانت بتنزل بنفسها علشان توصل الطلبات. لما الناس كانوا بيعرفوها كانوا بيستغربوا، فكانت بتبتسم وتقول هو أنا بعمل حاجة عيب أو حرام؟ المهم ناكل بالحلال. القصة ما وقفتش عند الطبخ وبس. عبير بتقول إنها مؤمنة إن ربنا بيرزق كل واحد بأكتر من طريقة، وفجأة ربنا رزقها بعربية، وهنا قررت تاخد خطوة جريئة تانية، وهي إنها تشتغل سواقة أجرة على تطبيقات الموبايل. بتحكي إنها في مرة وهي رايحة عند أختها فتحت التطبيق وقبلت مشوار عادي جدا، وكأنها بتقول لنفسها ليه لأ. ومن هنا بدأت تجربة جديدة مليانة تحديات ومواقف. عبير شايفة إن الشغل ده مش بيقلل منها، بالعكس هو بيزيدها. قالت بكل فخر أنا ست طبيعية وده ما يقللش مني أبدا. الرزق ممكن يجي من طرق غير متوقعة، والمهم إن الواحد يشتغل باحترام وبالحلال. كلامها ده لمس قلوب كتير، خصوصا إنها كسرت الصورة النمطية اللي المجتمع رسمها للفنان. ناس كتير فاكرين إن الفنان لازم يفضل طول عمره في دايرة الأضواء، ولكن هي ثبتت إن النجاح مش بس في التمثيل. النجاح الحقيقي هو إنك تكون راضي وقادر توفر لنفسك ولأهلك حياة كريمة. قصة عبير فتحت نقاش كبير على السوشيال ميديا لناس شافت إنها جدعة وجريئة وبتحترم نفسها وشغلها، وناس تانية استغربت إزاي ممثلة معروفة تبعد بالشكل ده عن الأضواء وتشتغل في مجالات مختلفة زي الأكل والسواقة. ولكن عبير بتتعامل مع شغلها الجديد بفخر، مش كأنها مضطرة أو مكسوفة، بالعكس بتحاول توصل صورة إن الفنان إنسان طبيعي جدا عنده حياة ومسؤوليات وبيشتغل زي أي حد. عبير عادل فضلت زي ما هي قادرة تغير وتواجه الظروف بشجاعة، سواء كانت واقفة قدام الكاميرا بدور بنت الوزير، أو هي بتسوق عربية وبتوصل الناس، أو هي بتطبخ وجبات بنفسها. هي لسه قادرة تسيب بصمة وتثبت إن الشغل مش عيب، وإن الاعتماد على النفس هو أكبر نجاح ممكن يحققه الإنسان.